السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين بقى نظبط حتة الشيب، فهعملها ازاي؟ هاجي هنا، مش ده الشيب بتاعي، انا خليتها سيركل من هنا، فده اللي ايه اللي لازم يعمله من هنا او استخدمه من هنا. هنشيل الكونست عشان اقدر اعمل يكون فاريبل معايا، واقول له الاندكس لو بيساوي 16. لو الاندكس بيساوي 16 هنعمل ايه؟ هقول له انا الشيب بتاعي كان عباره عن باتون، ومن الزوايا كده واخد حواف كده، فشبه بيشبهه او موجود هنا في الفريم ورك فلاتر، بيشبهوه بالاستاديوم او الملعب، يعني ان هو الحواف بتاعته بتبقى مقوسه كده، فبنسميه ايه؟ الاقي استاديوم بوردر. تمام كده، واشيل ده كده هلاقي ان هو تمام. ليه ما حصلش تغيير؟ ليه؟ نفتكر ليه كده مع بعض. عشان السايز اللي انا عامله هنا مش مظبوط، او مش مديني الشكل الصح، فهاجي برضو احتاج اغير السايز، فهاجي هنا اقول له ايه؟ اندكس ايكوال 16. طيب لو كان بيساوي 16 فالمفروض ده كده ايه؟ الكونديشن بتاع الزيرو، فهديله سايز ايه؟ خلينا نشوف كده. لو قلنا مثلا الويدث مثلا وليكن هيبقى 165، والهايت هيبقى مثلا 60 مثلا وليكن، يعني بنجرب هنشوف لو نحتاج نعدل ولا لا. ماشي مظبوط تمام، جه مظبوط. طيب طب ده ممكن اعرفه على اي اساس، او كتبته على اي اساس؟ دلوقتي انا عارف ان الراديوس بتاعي هو 65، يعني معنى كده ان الويدث بتاع او الويدث والهايت بتاع اي بutton هو 65 35. تمام، ف 35 وده 35 يبقى ده كده 70، يبقى الزرار بتاعي مش هيقل عن 70. الحته دي طبعا ما تجيش الباقي اللي هو تقريبا 95 او حاجه زي كده، مستحيل. تمام، فده كده ايه سبب او ليه الحجم هنا كبير؟ ماشي، في الاغلب بسبب البادنج اللي بيحصل. تمام، فده السبب في حاجه زي كده. تمام، وهذا هنظبطه مع بعض برضه. طيب وده بالتجربه، يعني ممكن حتى لو جينا هنا كده وفتحنا الانسبكتور وشوفنا، ممكن نلاقي ايه الاتنين حدودهم مع بعض شويه، او تلاقي مثلا الزرارات اللي فوق دي، او اللي هو العمود التاني، هلاقي ان هو ماشي مع الزرار اللي هو الزيرو، فيعني مظبوط بشكل 100. طيب طبعا كان ممكن اعملها بطريقه تانية بحيث يكون مظبوط بالظبط، بس يعني مش هيفرق معايا قوي، يعني هو نظريا كده ظاهر او شكله مظبوط، فخلاص ده كفايه بالنسبه لي. انما لو عندي مثلا اللهم صل على النبي، لو عندي تصميم مظبوط او جاهز، او زي فيجما او اكس دي زمان، يعني اللي هو ادوبي اكس دي، فكان هيديني هاخد منه الحجم واخد منه الويدث والهايت والكلام ده، فكان هيبقى اسهل لي طبعا. بس هنا عشان بنشوف الموضوع نظريا كده، فايه بنجيبها بالنظر بس. طيب بعد كده عايزين نسنتر، او عايزين نحط الزيرو ده في الاول هنا كده زي ما هو موجود عندي في الكالكوليتور. تمام، فاعمل ده ازاي؟ هاجي هنا استخدم بروبرتي جديده اسمها alignment. ماشي، هي بتحتاج alignment. طيب الالاينمنت هنا انا عايز اغيره. احنا استخدمنا فوق لما جينا هنا استخدمنا الالاينمنت العادي. تمام، لا انا استخدم هنا الدايركشنال، وهنقول ايه الفرق بينهم. تمام، الدايركشنال ده هاجي اقول له انا عايز السنتر ستارت. تمام كده، لان لاغي البادنج فهيظهر بالشكل او المنظر ده. ماشي، فانا مش عايز الشكل ده يظهر معايا، فهعمل ايه؟ هاجي اقول ان انا ماشي، هنيجي هنا نحدد بقى كونديشن بسيط كده، فهاجي اقول ان الاندكس ده هيساوي 16، او لو يساوي 16 هتعمل لي ايه؟ خلاص هنرجع النل، لان هلاقي عندي الالاينمنت دي بتقبل النل او هي نالبل. ماشي، وهنعرف يعني ايه نالبل قدام لما نيجي نشرح النل سيفتي. تمام، فكده ايه؟ لا المفروض العكس، دي واحده. المفروض لو هي 16 هتخليه سنتر كده للشمال، ولو هي كده رجعه لي بالنهار، فالدنيا بقت تمام معايا. طيب هنا كمان برضو المفروض اغير ده واخليه لو هو الاندكس بتاعه 16. ماشي، هعمل ايه؟ لو الاندكس بتاعه 16 هديله بس بادنج بسيط كده من على ايه؟ من الجناب، واقول له هوريزونتال 20 مثلا، وده هيبقى كفايه. تمام كده، بحيث يدينا نفس الشكل اللي كان معمول معايا، بس كده. طيب هو تقريبا هنا، اصل انا لو اديته تقريبا نل ممكن يديني بادنج
ديفولت بادنج. تعالى نجرب كده. لو هنا اديته نال شوف هيدينا ديفولت. فعلا ده ديفولت بادنج، فده ايه ده كده افضل وافضل. ريحت دماغي يعني من حته البتاع ده. طيب ماشي، ده اللي احنا كنا عايزينه. طيب اللي باقي لنا دلوقتي اللي هو موضوع الالوان، بس ده اللي باقي لنا صح كده. عايز بس اظبط حاجه. خلينا برضو ما ننساش حته الالاينمنت. ايه الفرق بين الالاينمنت العاديه دي والدايركشنال؟ الفكره في الدايركشن ان هي ما بتعتمدش رايت ولا ليفت، هي بتعتمد ستارت واند. بمعنى او ايه الفرق بينهم دلوقتي؟ الرايت لما اقول رايت يبقى هي يمين، بغض النظر انا في انهي لغه، هل انجليزي ولا عربي، هل انا هندي ياباني صيني، هي بتعتمد اليمين وخلاص ملهاش دعوه بقى. انما في الدايركشنال هي بتعتمد ستارت واند. فانا مثلا الستارت عندي في الانجليزي هيبقى الليفت، انما لو حولت البرنامج بتاعي عربي، ده طبعا مستقبلا مش دلوقتي، يعني مفيش عربي وانجليزي فمش تفرق معايا، بس ده كده للشرح. بس لما اجي مثلا احوله لعربي واقول له ستارت، لا الستارت عندي هيبقى ايه؟ الرايت اللي هو اليمين، تمام، اللي هي البدايه بتاعتي تبقى من اليمين، تمام. بعكس لما اقول له رايت، الرايت في الانجليزي هو اليمين ولا الرايت في العربي هو اليمين، فمش هيفرق معايا، فاخد بالي من حته زي كده. ماشي، فممكن ده نحوله كده ونقول له دايركشنال. ماشي، وهاجي اغير ده، خليها ايه بقى؟ خليها بوتوم اند، بس هي تمام كده. انما لو انا عايزها دايما في اليمين حتى لو هو عربي او انجليزي، فلا هخليها ايه بقى؟ خليها الاينمنت زي ما احنا كنا عاملينها كده وبوتوم رايت. فهنا عربي او انجليزي مش هيفرق معايا، تمام. انما هنا عربي او انجليزي هيفرق معايا، لان هنا المفروض برده ما يفرقش معايا، فخليها برده ايه، يعني عايزين الشكل يبقى ثابت مهما كان اللغه، فتمام. هنقول له سنتر رايت ليفت، معلش، تمام. ماشي كده. طيب بقينا حته ايه؟ الارقام. دلوقتي الارقام دي يعني او الالوان، معلش، عايزين نعمل لها كونديشن بسيط كده نظبط بيه الشكل ونكون خلصنا يعني الفيديو بتاعنا النهارده. تقريبا مفيش حاجه تانية برضو تعمل فوق، فايه تمام كده. طيب لو جيت بس شلت الكومنت دي اهو، ماشي خلاص، ده كده عرفناه، مش محتاجين نعمل اهو. طيب هنيجي نعمل بقى ايه؟ وليكن خلينا نقفل ده كده. هنيجي نعمل هنا مثلا ميثود بسيطة خالص هترجع لي color nullable color، ماشي، لان دي بتاخد فين؟ دي بتاخد null او color nullable color، وهنفهم بعد كده يعني ايه nullable. ماشي، nullable يعني بتقبل تكون null، بس يعني التفاصيل الزيادة مش عايز اشرحها دلوقتي. هنيجي نقول مثلا اسمها get button color مثلا، ماشي condition، وهنيجي نقول اهو، هنيجي اقول له اف. طيب ايه اول كونديشن عندي؟ اول كونديشن عندي ان هو اقل من ايه؟ اقل من التلاتة. فاقول له لو طبعا هتاخد ارجيومنت، المفروض تاخد ارجيومنت اللي هو الايه؟ مش سترينج، انتجر اندكس، ماشي. طيب فهاجي اقول لو هي او لو الاندكس بتاعي اقل من التلاتة، يبقى ده كده على طول ريتيرن ايه؟ الكالرز دوت جري اللي احنا هنا مستخدمينه، تمام كده اهو، تمام. طيب هقول له else if ولا اقول له else او اقول له if؟ مش هتفرق. ليه مش هتفرق؟ لان انا عامل ريتيرن، تمام، وانا مش عايز يديني او يقول لي على الكيرلي براكتس وكده، فانا هخليها ايه؟ هخليها if على طول، تمام، عشان ما يقوليش بس على الكيرلي براكتس اللي هي الاقواس اللي متعرضه، تمام. طيب الكونديشن التاني ايه؟ الكونديشن التاني ان انا يكون عندي الاورنج عندي هنا اللي خدت بالي، تمام. لو جيت همشت الجزئية دي، بس عايز اشوف حاجة ونشوف حاجة مع بعض دلوقتي، وههمش برضو، او هنا مثلا نرجع الجري هنا كده، نرجع له الجري عشان بس يسكت. وهنيجي هنا بس هنشيل ايه؟ نشيل ده كده معانا، وهاجي اقول له لو جيت خدت الاندكس وقلت له تو سترينج، هاخده من اقواس عشان بس لو هعمل عملية حسابية. طيب لو جيت بصيت هنا هلاقي ان ده 3 7 11 15 مفيش اي علاقة بينهم، فانا بحاول اطلع حاجة كده او رابط بينهم. فلو جيت قسمت اسم صحيح على 4 هلاقي ان ده ايه؟ بيديني صفر، برضو مفرقش معايا في حاجة. طب لو خدت ايه؟ الموديولوس بتاعنا، ايوه، هلاقي هنا ان الموديل لما عملت الموديولوس او خدت الموديولوس، هلاقي ان اخر كل الزرار الاخير ده او العمود الاخير، هلاقي ان هو دايما بينتهي بعدد اللينث او اللينث بتاع كل رو ناقص 1. بمعنى انا هنا عندي 3 لان ده 4،
فهو 4 ناقص 1 3. هنا نفس الكلام 4 ناقص 1 3. هنا اللينث بتاعه 3 ف3 ناقص 1 2. فدي كونديشن اقدر اشتغل عليها او اقدر العب عليها. تمام كده، كونديشن بسيط يعني مش محتاج شرح، بس يعني قلت افصلها او قلت الطريقه بتيجي ازاي او المفروض ان انا بشوف علاقه ازاي او بفكر ازاي يعني. تمام. فهاجي هنا اقول له لو الاندكس بتاعي مودولس او مود الاربعه ماشي بيساوي الكالكوليتر تقريبا معايا ماشي اوف طيب هاخد بقى نفس، عايزين ناخد مش نفسه بقى ماشي رجعه. هقول له بقى الاندكس ماشي الار ماشي دوت لينث. المفروض ده هيريترن ايه؟ هيريترن الكالرز دوت اورنج ماشي. الاورنج تقريبا اقرب حاجه ليه. لو جينا شفنا كده خلاص هو طبعا مش هيظهر لان مش مستخدمها، فهاجي هنا اقول له جيت وهديله الاندكس وهنشيل طبعا الكونست بس. تمام ماشي الدنيا احلى وايت يعني ما شاء الله. طيب معلش انا نسيت انقص واحد فعشان كده مش جاي. جيت طرحت واحد المفروض يظبط معايا. ايوه كده جميل. طيب هنا طبعا عشان مديله نل فواخد الابيض يعني، فهاجي هنا اقول له ريتيرن في الاخر ايه الكلر اللي عرفناه بقى بعد كده اللي هو الجراي ماشي. وهديله بقى ايه 850 بس كده بالظبط. هذا الشكل بتاعنا. طيب في طريقتين، يا اما اخلي دي لو خليت دي مش نالبل خليتها كلر لان انا متاكد ان هيرجع لي ارقام، ان الريتيرن او الفانكشن دي او الميثود دي هترجع لي ارقام كده كده او ما هترجع لي الوان معلش، فانا متاكد ان هي هترجع لي، مستحيل ترجع لي نل، مستحيل الكونديشن بتاعتنا دي لان هي 3 كونديشنز ومقفوله خالص. فممكن اشيل ده وده هيديني ايرور، فهاجي هنا احط له ايه assertion تمام اللي هي النال assert او نال assertion تقريبا اسمها كده ماشي. بحيث ايه اقول له يعني ان هو ليه بيعمل كده، لان بين قوسين ممكن احط اي رقم، ممكن احط رقم سالب، ممكن احط رقم مش موجود او رقم كبير جدا، فايه درجه اللون دي ما تبقاش موجوده. فانا هنا لا بقول له باكد له الاسيرت دي، بقول له ان اكيد درجه اللون دي موجوده، لو مش موجوده اديني نال. انا موافق كده بس انا متاكد ان هي موجوده، فعشان كده ايه يعني حطيتها كده. طيب فزي ما احنا شايفين كده ظهر معانا الشكل بتاع الكالكوليتر اللي شغالين عليه وكده. ظبطنا خلاص كده. ممكن اشيل الكومنت ده ماشي. لمينا الدنيا كده، خلينا نرتب الموضوع شويه. تمام لمينا الدنيا كده في كود تقريبا 60 سطر اهو ماشي. ولسه برضه هيقل عن كده لان المفروض دي من مكانها مش هنا ماشي، فالمفروض هيقل عن كده تاني. تمام انا شايف ان كده تمام. فالحمد لله مش مكررين في الكود. الكونديشنز دي ممكن تكون رخمه فممكن اعمل لها كيس او اعمل لها سويتش واخلص نفسي ورايح دماغي، بس يعني ادينا بنلم في الكود شويه ماشي. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا بقى نخش في اللوجيك ونشوف الدنيا تمشي ازاي، لان احنا يعتبر اليو اي بتاعي خلصان خلاص نفس الشكل تقريبا. ممكن المساحات هنا زياده شويه او كبيره شويه، فممكن ازود ده ل 300 مثلا ماشي. هلاقي ان هو يعني اتلمت شويه وبقى ممكن يبقى كده على الحاجات دي بقى يعني ايه على حسب ما انت حابب تعملها. ظبطها عادي براحتك مع نفسك، لان عرفنا التفاصيل وكده. بس كده يا شباب، اللي عنده اي سؤال ولا اي مشكله يبعت لي. عايز برضو نعمل فيديو عن حاجه معينه برضو يبعت لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.